السلام عليكم ورحمة الله. اليوم باش نشوفوا في بارتي ديما تيح في امتحان الاي اس تي كيو بي، واللي هي الفرق ما بين الايرور، الديفكت، الفيلير والروت كوز. دونك انت اليوم يلزمك تخرج تعرف تفرق ما بيناتهم. تقسيمة الفيديو باش تكون كالآتي: باش نشوفوا الفرق ما بيناتهم على حسب ما تقول الاي اس تي كيو بي تيوريكمون، ومن بعد باش نشوفوا الفرق ما بيناتهم بلغة نفهمها انا وانتي، ونكملوا بالاكزرسيسات. قبل ما نبدو نذكر انه احنا قاعدين نخدموا على الفيرسيون V4 متاع 2023، لكن انتي تنجم تستفاد من الفيديو هذه مهما كانت الفيرسيون اللي باش تعدي به. باش تتبع معايا يلزمك السيلابوس متاع لا اس كيو بي والجلوسري، هاني خليت لكم اللين متاعهم في الديسكريبسيون. وتوا نبدو في التوبيك هذه. باش نحكوا على 7 كلمات: الروت كوز، الايرور، الميستيك، الديفكت، الباج والفيلير. الروت كوز هو سبب الديفكت، بحيث لو نحوه الاوكرنس متاع الديفكت ينقص او يتنحى. الايرور والمستيك هما كيف كيف، واللي هي حاجة يعملها الإنسان ينتج عنها نتيجة غلطة، تنجم تقمرها بالمي. الديفكت والباج والفولت نفس الحاجة. الديفكت هو عيب أو نقص في الورك برودكت، سواء في الريكوايرمنتس أو في الديزاين متاع السيستم أو الكود، اللي ما تخليهمش يتوافقوا مع الكي تشارج أو مع specifications. والفيلير هو event وين السيستم أو الكومبوننت ما يأديش الوظيفة اللي يلزمو يأديها. هذا شنية تقول ال ISTQB عليه. وتوا خليني نعطيك سيناريو باش توضح لك الحكاية. في الديفلوبمون كل شيء يبدأ من requirements. خلينا ناخذو مثال متاع requirement: If the total price of the products in the cart is more than 100, the 10% discount should be applied to the total price. ال requirement كما تراو واضحة جدا وبسيطة، لكن ال implementation متاعها من langage humain للكود ما هيش بنفس السهولة كما تعرفوا. بعد نبدأ ديفلوبر يكتب في الكود وما مازالو كان آخر ليني وين باش يفيشي ال total price بعد الديسكاونت، وهو بدا باش يكودي. سبحان الله، جه زميله وقال له هيا نلعبوا تروح بينج بونج، مثال يعني. يخي مشي معاه، كي رجع حط برايس بقعت discounted برايس، سهو يعني. فلنا نسيانو انه يفيشي discounted برايس هي المستيك او الايرور. به وشنية الديفكت او العيب في الورك برودكت؟ العيب لنا هو انه الكود يعمل في افيشاج غلط. به وشنية الفيلير؟ خليني نعطيك سيناريو. تخيل معايا انه فما كليون دخل الاي كوميرس هذا وحب يشري سبيدري سواليزون. باهي، وحذاه مكتوب ديسكاونت ب10%. عجبته الحكاية وقال سبيدري هذا سمو 200 دينار، يعني بالديسكاونت يولي 180. جميل جدا. كي كمل البروسيس الكله لقاه انه التوتال برايس مازال 200 دينار، وهذا اكزامبل متاع فيلير، خاطر السيستم مش قاعد يأدي في الوظيفة اللي المتوقع أنه يأديها. إن شاء الله وضحت الحكاية. وتوا نمشيو لليزيكزيرسيس. السلام عليكم شباب، توا نبداو في الإكزيرسيسات. نخلي لكم الوقت باش تقراو. به توا خنفسرلكم معناها فيت في شنيا قاعد يصير. قالك انت لهنا قاعد تخدم معنا في تيست اوتو، قالك انت فما ستيب معينة انت كي تشوفها مانيويلمون، دونك انتي السيب هاذيكا تنجم تتعدى بها جوك بيه. اما كي تجي تخدم لها تيست وتو متاعها ديما يتصير معناها مشكل، فما فيلير في ستيب هيك في ستيب هيك. قالك لهنا كي جينا نثبتو في الكود لقينا سكريبت اللي قاعد باش ينتركتي مع اليمون معين من الويب. قالك ما يستناش الوقت الكافي لين الاليمون هيك يتفاشى. فلهنا السؤال قالك معناها انت هنا مطلوب منك تخرج انهي معناها ما بيناتهم هذوما صحاح. باهي شباب، الاجابه الصحيحه لهنا هي السي. باهي
خاطر لهنا كيما قال لك في لهنا قال لك المشكل إنه في الscript هذا إنه مش قاعد يستنى الوقت اللازم لين يتفاشى الweb element هذا. So هي صيحة a synchronization wait time issue in the code is a defect. ديما تذكروا طونكو إحنا نخدموا على الكود هو work product دونك هو defect. فهمت؟ دونك إحنا كي نلقاو مشكل في الwork product دونك defect. باهي. واضحة الحكاية. تو نمشيو للquestion الأخرى. هذه سهلة عاد. نخليلكم الوقت باش تقراو كيف. باهي نبداو. قال لك لهنا which statement about defects in software artifacts is true. باهي. هذه واضحة على الآخر عاد. باهي. كيف لهنا الإجابة الصحيحة هي سي. سي. ديما كي يكون فما defects في الdocumentation ما كنتم تعرفوا كل مرحلة عندها الwork products نتاعها. باهي. كي نخدموا على documentation ما كنتم تعرفوا ديما documentation نخرجوا منها الdesign من بعد يولي كود وإلخ إلخ إلخ. فنورمالمون كي تكون فما defects في الdocumentation defects هذوكم ينتقلوا معنا في المراحل الكل. فقال لك لهنا defects in documentation can lead to defective artifacts later in the life cycle. أي دونك المشاكل في الdocumentation هما يخليو يكون فما defects في الكود في الديزاين وفي الwork product en général. واضحة الحكاية. باهي. توا نمشيو للكيستيون الأخرين. قالك لهنا باهي أقراو السؤال كيف. باهي نبدو نصلحو. قالك لهنا in the context of software testing what is the difference between an error and a defect. باهي شنيا الفرق ما بين l'error وشنيا الفرق ما بين الdefect. صحيتك. ديما الإيرور أو الميستيك هي أي حاجة يعملها الإنسان تأدي المشكل حتى في التعريف التيوريكا متاع ال SQB. باهي. دونك النهي اللي هنا جبد لك عليها على الإنسان اللي هي سي. قال لك an error is a human action. أو في الآخرين أول مرة قال لك an error is a mistake in the code اللي هي غلطة الA. قال لك هنا في البي قال لك شو اسمه incorrect behavior of the software اللي هي غلط. دونك هذه تبع الفيلير. ودي قال لك is a failure دونك غلطي. دونك par élimination تلقى الA سي هي الصحيحة. باهي. وهاكا قال لك زادا قال لك while a defect is a flaw in the system or component. شباب flow هو سينونيم متاع defect. دونك سي سا. ديما الايرور هو مشكلة يقوم بها الإنسان والديفكت هو defect هو كيما نقولوا احنا هو bug أو fault وسط السيستم أو الكومبوننت. باهي. إن شاء الله وضحت القصة وإن شاء الله نتلاقاو فيديو قادم وربي يوفق الجميع. بسلامة.